نورتوني في فيديو جديد. يلا نقول بسم الله ونبدأ نعمل النهاردة طبقنا الجميل اللي هيدفينا ويحسسنا في البرد الفظيع ده بالدفى اللي هو العدس. انا صحيت بصراحة ما كنتش عارفة، مش في دماغي اكل الغدا النهاردة، فقلت انسب والجو كان فظيع بصراحة تلج، فقلت انسب حاجة هي العدس، وقلت يلا توكلت على الله وقلت يلا هعمل العدس النهاردة وهصوره. بجد قد ايه الاكل دي يا جماعه بتدفينا، بتحسسنا بالدفى لمده طويله، وهي في نفس الوقت برضو هي اقتصاديا مش مكلفه. يلا ان شاء الله نشوف الفيديو ونعمل مع بعض العدس. انا حطيت المكونات كلها في الحله. ربع كيلو من العدس، 3 طماطمات كبار، بصلتين وسط، 3 جزرات، حطيت بطاطسايه كبيره وفصين من التوم كبار. انا لسه هحط توم تاني مع الكزبره فما زودتش توم في الشوربه. كل المكونات اهي مع بعض بوريها لكم اهي اللي انا حاطه. طبعا الجزر نبشره عشان يستوى بس معانا، والبطاطس عادي تقطيع كبير، والبصل تقطيع عادي برضو. هنسيبها بقى تغلي معانا على البوتاجاز. هي معانا بدأت تغلي. هنشيل احنا بقى الطبقة اللي هي بتطلع على الوش دي اللي انتوا شايفيني بشيلها. تمام، نتخلص منها كلها بالشكل ده. هو بقى اول ما هيبدأ يغلي معانا هنشيل الطبقة دي، اتفقنا، وهنوطي النار خالص عشان يستوى على مهله. تمام، انا اتخلصت منها كلها. هوطي النار خالص وهسيبه يستوى براحته خالص. هو استوى معانا اهو، شايفين شكله اتغير ازاي. البطاطس بدأت تتكسر معانا، نضغط عليها كده بالمعلقة هنلاقيها اتكسرت. طبعا الجزر احنا كنا بشرينه فهو اكيد استوى معانا. التوابل بتاعتنا كركم وكمون وشوية من الفلفل الاسود، شوية من الحبهان، وشوية الملح. انا سايبة الكزبرة عشان احطها في خطوة تانية مع التوم. ودي معلقة صغيرة من الصلصة. قد ايه بقى يا جماعة الكركم والصلصة يدوكي لون تحفة للعدس، لون فظيع لشوربة العدس ما شاء الله. انا بقى خدته سبته يبرد وضربته في الخلاط. معانا بقى حلة على النار. تمام، حطيت حتة من السمنة وشوية صغيرين من الزيت، ونزلت بالشعرية. في ناس يا جماعة بتحط مكرونة سباجيتي بدل الشعرية، براحتك خالص. انا قلت لكم هحط توم بالكزبرة دلوقتي، انا بس مستنية الشعرية يبقى لونها اصفر شوية وبعدين هنزل بالثوم اهو، توم وكزبرة بالشكل ده. انا ضربة معاكم العدس اهو في الخلاط ضربته. هنزل بالتومة بقى، واول ما يبقى لونها ذهبي كده حطيت الكزبرة الناشفة وهقلب. نزلنا بالعدس، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده. ما شاء الله لونه جميل قوي. خلي بالكم بقى ان العدس في المرحلة دي ممكن يفور منك، ممكن يلزق منك، فدايما قلبيه ووطي النار. انا بقى في طاسة هنا على البوتاجاز هحمص العيش. ممكن تحمصيه على الجريل في الفرن، ان انتي بس تديله يا دوبك كده رشة من الزيت وتحمريها في الجريل. تفتحي الشواية من فوق وتحمريه في الفرن. بس انا قلت حطيت له حته بسيطه خالص من السمنه وهحمره، قطعته كده مكعبات وهحمره على البوتاجاز. الطاسه مش ما بتسخنش غير بعد مده، الجو فظيع. نزلنا بقى بالعيش وهنبدا نحمصه.
قد ايه بس كده لما تاخدي طبق حتى شوربة وتشربيه هيحسسك بالدفى، بجد جميل جدا. يا ريت في السقعة دي نعمله مرة في الأسبوع حتى. أنا هبدأ بقى أحمصه، هفضل أقلبه لغاية ما يتحمص معايا. خلاص العيش معايا اتحمص أهو، والعدس جهز وحضرنا الأطباق تمام. هو ابني بس كان مصمم يساعدني، فقلت له تعالى يا حبيبي ساعدني. هنحط العيش اللي حمصناه ده، هنعملها فتة تمام. هنزل بقى بالعدس. شايفين من السقعة الدخان بيطير لوحده ازاي؟ بجد الجو فظيع. يعني درجة الحرارة بالليل يعني الواحد حاسس انها بتوصل 9 8. بننزل بقى بالعدس كده، ملينا الطبق ما شاء الله اهو. هنحط كده شرايح من الليمون، هنزوق الطبق بتاعنا. له حتة صغيرة كده من الكزبرة او البقدونس، اي حاجة خضرة عندك تكسر بس اللون الاصفر والاورنج ده. وهنعبي طبق تاني شوربة تمام. جميل يا جماعة، بيدفي بطريقة، والله اقول لكم اليوم ده انا فضلت قاعدة دافيانة مدة طويلة. وقد ايه سهل وما بياخدش منك وقت خالص. احنا كده خلصنا طبقنا النهاردة. هو مصمم عايز يكمل منظر الطبق، قلت له حطها. خلاص كده احنا خلصنا الاطباق. وفي اخر الفيديو يا جماعة بحب اقول كلمتين بس. بقدم تعزية خالص، تعزية لأهالي الضحايا في تركيا وسوريا عشان الزلزال. ندعي مع بعض كده دعاء بسيط. يا رب، اللهم يا أجود من أعطى وأعظم من غفر وأرحم من حاسب، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا وسائر بلاد المؤمنين، آمين آمين آمين. يا رب ندعي كلنا من قلوبنا يا جماعة، ربنا يحفظنا. اللهم احفظنا بحفظك يا رب يا رب. قد ايه المناظر كانت بجد صعبة جدا خالص. تعزية ليهم، مع السلامة.